ما رأي حضرتكم في وسائل الإعلام التي تتناول الموضوعات بغير موضوعية في هذه الأحداث وبالأخص أحداث العباسية؟ والله شوف، المسألة ملف الفتنة الطائفية في مصر هو ملف قذر يستخدمه بعض الناس للمحاولة من نيل استقرار مصر وأمنها، ده حقيقة. لكن حضرتك لابد أن تعلم الحقيقة أن التعامل بين المصريين بعضهم بعض الحقيقية أن هناك محبة شديدة بين المسلمين والمسيحيين. ما فيش أي حد يقول كلام غير ده فهو فيه مزايدة. ولا عمر المسلمين حسوا في يوم من الأيام إن النصارى دولت ناس دخلاء عليهم، ولا عمر النصارى حسوا بهذا الكلام إن المصريين دولت والمسلمين دولت دخلاء عليهم. ما حصلش الكلام. إنما التراشق بالألفاظ لا يتأتى إلا من قبل الحمقى من الطرفين، من المسلمين ومن المسيحيين. لا يتأتى هذا الكلام إلا من المتشددين من الطرفين. ما هو ده عنده تشدد وده عنده تشدد، يعني ده موجود. إنما الأغلبية العظمى والسواد الأعظم المحبة قائمة، والناس أصحاب، وإحنا جيراننا نصارى وكثير من إخواننا نصارى جيرانهم مسلمين. لا فيش يعني ده ملف بيستغل في بعض الأوقات بصورة يعني قد لا تكون لائقة. وأنا أعتقد أن وسائل الإعلام أحيانا تساعد وتساهم في قدر كبير جدا من إشعال الفتن في هذه الأمور ومحاولة إظهار أن هناك فتنة طائفية في مصر للعالم الخارجي. لكن ليس هناك، لا أعتقد أن الكلام ده موجود، ولا عمر المصريين حسوا بهذا الفرق ولا بهذا الشعور. موجودين في كل مكان وموجودين مع بعض في كل حته ومفيش اي حاجه، يعني العلاقه وطيده. وزي حضرتك شفت منذ قليل يعني ده راجل اخ يسلم عليا، ده اخ نصراني وبالاحضان وبالمحبه والدعوه، محب جدا ليا ومتابع جدا وجيد جدا ليا. وهقول لك واحد ثاني اخر في بعض الاماكن من غير يعني ذكر الاسماء، انا بقى خطيب الجمعه هناك وهو الادمن بتاع الصفحات بتاعت الموقع اللي انا بدي فيه الخطبه، وهو ليس بالمسلم، وهو حريص جدا على متابعه الخطبه وتسجيل الخطبه ورفع الخطبه على الموقع ومتابعه التعليقات بتاعت الناس والرد على التعليقات والاتصال بيا يقول لي في ناس بتعلق بتقول كذا، طب احنا نعمل ايه؟ وهو غير مسلم. يعني العلاقه بيننا علاقه وطيده، ولا اعتقد ان هي تتطلب كلام في هذا الامر. مولانا حضرتك فضيلتك كيف احتواء هذه المواقف من حين لآخر؟ نشوف هذه المواقف من حين لآخر. مواقف ايه؟ كيف احتواء هذه الأزمات؟ احتواء المواقف، نحن حتى الآن لم نجلس على مائدة مستديرة لوضع الحلول الجذرية لهذه المسائل. حتى هذه اللحظة لم نصل إلى هذا الحد بصورة من أوضاع. احنا لسه لغاية النهاردة ما وصلناش لوضع حلول جذرية في هذا الكلام. فالمطلوب الحقيقة أن تكون هناك مبادرة من الأزهر، لأن الأزهر والوسطي هو الفكر الصحيح، هو الفكر الذي تقبله الكنيسة في مصر حقيقة. فأنا بقول إن نقعد نتكلم إن الأزهر لابد أن يضع خريطة طريق، ولابد أن يضع حلول جذرية ونقاط حساسة في هذه المسألة لحل المشكلة. إنما عدم وضع نقاط موضوعية، أنا أعتقد إن هنفضل طول عمرنا نفضل نتكلم في القصة دي. لا، إحنا محتاجين تعديل في الخطاب الديني الإسلامي وتعديل في الخطاب الديني المسيحي وتوجيهات حقيقية من قبل الطرفين.